حبايب قلب ام ادم، وحشتوني وحشتوني. النهارده ام ادم اتاخرت في البنك كده بسبب موضوع الفيزا، وتعبت ودخت ولفيت، والشمس ضربت في دماغي وتعبت. جيت اتلجحت. جبت ايه وانا جايه اكل؟ جبت علبه سمن، جبت جوطه، جبت ازاز الزيت، جبت لحمه، جبت ماسوره. تعالوا اوريكم حبايب قلبي. كده بص، اللحمه بشطفها، انا لسه مقطعها اول شطفه دي. انا مش بشطفها مره واحده بس، عشان معرضه للسكينه، معرضه عند الراجل. اشطفها كده واحط ميه وهعلقها على طول. بس هي لازم اديها شطفه واحده بس. انا لسه مقطعها ولسه حطاها في الميه، هشطفها واطلعها. وهنا هنعمل ايه؟ معلقه معلقه على فاصوليا. هنعمل فاصوليا بطماطم طبعا، ورز بشعريه هنخربها النهارده. وادي علبة السمنة هي، وادي ازازة الزيت، وادي الطماطم بتاعتنا. وحاجتنا النهاردة كده خلصت، وهنعمل احلى اكل، احلى لحمة من عند ام ادم النهاردة. استنوني بقى اما اخلص، ده انا لسه ما خلصتش. بص كده، حطينا مية نظيفة، تبنا المية وحطينا مية نظيفة كده، وهنسيبها لما تغلي. وهنا الفاصوليا اهو، بص كده اتنفشت كيف وداخلة في الغليانة هي. ونستنى بقى الاكل كله ده لما يتعمل، لسه بدري. بص كده حلاوة اللحمة بتاعتنا بقى وهي بتبقبق بقى بيكو. شايفين اللحمة بعد ما طلعنا الريمة كده. بص المية عسل يا اخوات، عسل. رايحين نحيجها. بص الدسم بقى بتاع المواسير ده بيخلي الشوربة في حتة تاني. ده الدسم ده بيخلي الشوربة كده في حتة تاني. بص مكعب اللحمة مكعب حتة اللحمة كده ماسكة نفسها، ولا ضمرت ولا خست، زي ما مقطعاها كده، زي ما مقطعاها. عسل يا اخوات، عسل والله. هحيج اللحمة طبعا عشان تدي ريحة كده في البيت كله والناس تعرف ان احنا عاملين لحمة. ما هي الناس كلها عرفت ان احنا عاملين لحمة. ومادام بتحب تضحككم. بالمناسبة، رحت عملت الفيزا النهاردة، بس 10 ايام واخدها. 10 ايام واخدها يا حبايب قلبي. عملت في البنك اللي هو بنك الاهلي. ناس قالت لي بنك الاهلي حلو وعلى جميع الدول ونظيف. رحت عملتها ب3000. يعني فتحت حساب ب3000. حسابي دعاية ده، مش عارفة ولا دعاية ولا ما عارفش. انا في الحسابات والله مالية في الحسابات، ولا كنت بروح بنوكة. ده البنوكة تعب ومرار، واتعاركت مع واحدة هناك ويا المرة عايزة تخش قبلي. طب ليه؟ ما كل واحد ياخد دوره يا حبايب قلبي. اوعى يا جنة من الكاميرا. كل واحد ياخد دوره. فها لو انت خدت دوري وانا اخد دور، يعني كل واحد ياخد دور. مفيش ترتيبات. مفيش ترتيبات. بس يفتحوا الباب كده، يهجموا على الباب، واللي يخش. طب ليه؟ استني يا حبيبتي، ده انا جايه من ميتا. رحت البنك عشان ما تزحمش، وقف في الزحمه. رحت البنك من الساعه 5 الصبح وانا قاعده قدام البنك. تيجي انت تاخدي دوري؟ ما ينفعش يا حبيبتي. كل واحد ياخد دوره. بس وخدت دوري ودخلت اول واحده طبعا، عشان انا اول واحده في البنك. ما كانش في حد قاعد في البنك ابدا، انا اول واحده. والحمد لله دخلت. هتفتح حساب بقد ايه؟ قلت لها باي حاجه اللي هتطلبيه طبعا. قالت لي الحساب ب3000. قلت لها ماشي، امين. فتحت واستنى 10 ايام لما تجيني الفيزا. باذن الله كده بخير، يا رب يا رب ما تطولش عن 10 ايام. يا رب ان شاء الله يقضي المصالح وتتقبل باذن الله. ادعوا لي يا حبايب قلبي ان تتقبل الفيزا في اليوتيوب. زعلانه والله، زعلانه. ان شاء الله تتقبل، ونحيط الواحد ضميره صافي ونيته صافيه ونيته سالكه كده، وضميره صافي من ناحيه الناس. ربنا هيمشي له اموره. ربنا يعلم ان اول ربح هاخده. ربنا يعلم اللي انا هعمل بايه. ربنا يعلم اللي في قلبي ان انا هعمل بايه. بس ربنا يمشي لي المشوار يا رب العالمين. ادعوا لي يا حبايب قلبي، ادعوا لي كتير. ادعوا لام مدام كتير، والله ام مدام بتحبكم زي اختها. انتوا اخواتي، وانتوا حبايبي، وانتوا سندي، وانتوا احلى ناس اتعرفت عليها. استنوا نعمل اللحمه ونعمل الفاصوليا ونعمل الرز بتاعنا النهارده. اديني قاعده بخرط البصل
عشان اعمل التقليه بتاعتها تحت الفاصوليا. ما احنا مقضينها في المطبخ النهارده، مقضينها طبيخ النهارده، مفيش مشويات. من المشوي بيريحني، بقعد بره في الهواء محبوسه في المطبخ، محبوسه في المطبخ يا حبايب قلبي. اعمل ايه يا حبايب قلبي؟ محبوسه في المطبخ والعيال مجننين ومطققين، واعمل ايه؟ كده قطعت البصل، هحط سمنه اهو، هحط حته بسيطه مش كتير اهو كده، عشان في حته ليا معانا، هنقطع حته ليا. هيا الراجل عطينا حته ليا كده بتبقى حلوه في الطبيخ. هو حد ما يقولش لا ما بحبش اللية دي، ده بتحل الطبيخ دي، كأنك عاملة الطبيخ في حتة تاني والله. هنقطعها كده مكعبات اهو، وهتبقى بص هتسيح، هتبقى زي السمنة كده. خليها تبقى زي السمنة. بص كده اهو البصل اهو. وهنروح بقى نشوف حاجة من الاتنين دول طابوا، ما هي خلاص على اخرنا، عايزين ناكل. هنشوف يلا طاب عندنا. سبت البصلة كده تحمر، قلت يا اقطع القوطة كده معاكم اهو عشان نعمل التقلية، عشان البصلة تحمر نطشها على طول اهو. نعمل ايه؟ نخلص من حاجة يطلع لنا حاجة، نخلص من حاجة يطلع لنا حاجة. ما اقعدش برا استريح شوية، لا فيش، اروح اطير ورا العيال شوية وارجع للمطبخ شوية. دايخة بين الاكل وبين المطبخ، وعينيا هتبكي من البصل وحش. هبكي من العيال ولا ابكي من البصل ولا ابكي من ايه؟ بحبكم يا حبايب قلبي، بحب احكي معاكم بدل ما احنا واقفين كده بنبكي واحنا ولوحدي. بلاقي حد ادردش معايا، بلاقي حد افضفض له كده اللي جوايا، بلاقي حد يحس بام ادم وقفه المطبخ دي. انا عارفه بتقفوها انتوا، وتعبنا من وقفه المطبخ. ضربنا شفشف الطماطم، قطعناه ونغطيه كده ونروح نضربه في الخلاط. بص كده البصله بعدين نقلب فيها يمين شمال، وضربنا الطماطم في الخلاط اهو تسفر ونطشها بالطماطم. بص كده البصله حمرت ونطشها كده، نقفل عليها لما تتسبك خالص، لما تتسبك بقى. الانبوبه شطبت وانا بعمل الاكل، طشت الطماطم والانبوبه شطبت فصلت. هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ راح يملاها ابو ادم وحلن يجي، وقلنا نشرب كوبايه ساقع كده حلوه. بص الفاصوليا طابت كده، هنعمل الرز. هنحط الشعريه حالا، حطينا سمن، حطيت زيت، وهنحط الشعريه. بص كده حطيت الشعريه اهو، وهنقلب فيها لما تحمل نحط الرز. بص الفاصوليا ده بالدوب، شايفين الفاصوليا دابت، والطماطم لسه بتتسبك، عشان الانبوبه شطبت زي ما قلت لكم، وابو ادم لسه مركبها لنا حالا. هيا لسه مركبها لنا حالا ابو ادم، يعني يا دوبك هنعمل الرزيات والفاصوليات وخلاص هنروح نتغدى. انا جحت ما قدراش اقف لحد كده تاني. استنونا يا حبيبي. بص الطماطم بقبقت، هنفضي عليها الفاصوليا بتاعتنا اهو. بص جمال الفاصوليا، هريسه مش فاصوليا، هريسه. ونسيبها بقى لما تدعك كده مع بعضيها ها. خليها لما تدعك مع بعضيها، ونروح للشعريه. الشعريه حمرت، هفضي الرز وارجع له. كده بنحيجه اهو تمام، نغطي عليها لما يطيب. بص كده تعالوا اوريكم اللحمه. شايفين
شايفين الدسم اللي في اللحمة قد ايه؟ بصوا الدسم، بصوا ده دسم، ده هو اساس اللحمة. تمام، اساس حلاوة اللحمة، اساس حلاوة اللحمة. لما تعمل المواسير مع اللحمة تاكل احسن شوربة مغذية مغذية مغذية. عسل، شوربة جميلة يا اخواتي، شوربة جميلة وريحتها تحفة وشكلها اساسا تحفة. اديكم انتوا تشوفوا شكلها وتحكموا. بص اللحمة زي ما هي، ولا دمرت ولا اي حاجة. انا بجيب واحد من واحد معين ومن واحد نظيف، معين ونظيف، بيبيع الحاجة نظيفة. اديكم شايفين وهتحكموا بالحاجة. في شوربة لحمة بتعملوها بتبقى كده، اللي بيعملها كده يقول لي. شايفين اللحمة وجمال اللحمة. ومش عارفين الفاصوليا عملت كده، الفاصوليا قاعدة تبقبق كده. نحط لها شوية من اللي بتوعتنا دول من الشوربة كده، ها عشان ناخد. وفي حتة ليا كده، ها نحطها مع الدمعة كده، وكم حتة كده هما تاني عشان تبقى طعمها حلو. مش هنعملها جارفة كده ونسيب اللحمة لوحدها، لا طبعا، عشان ناكل طعم الفاصوليا باللحمة. بتدي حاجة حلوة كده. ها عطيناها زقناها شوية شوربة كده هما عشان القوام يبقى حلو كده. وهسيبها بقى غلوتين 3 كده وهنرجع لها تاني. بص كده الفاصوليا، شايفين؟ بص حلاوة الفاصوليا بقى باللحمة، جميلة جميلة. احنا كده خلصنا رايحين ناكل. بص الرز، بص الرز وحلاوة الرز. شايفين الرز؟ عسل 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 عسل، كل حاجة عسل. والريحة خطيرة، الريحة جميلة يا حبايب قلبي، الريحة قلبي الشقة كلها. وهنطلع الحلل دي برا، مش هفضل اروح واجي واغرف واروح واجي، لا هنطلع الحلل برا ونغرف من برا. انا تعبانة ما فيش حالة اروح واجي. يلا سلام، الفيديو التاني هتشوفونا واحنا بناكل.